في عز غلاء الأسعار لسه في فرصة مستخبية للي بيدور على مساحة للعيلة وفخامة في نفس الوقت. التحرك الغريب المرة دي من نصيب جيتور اللي قررت تثبت إن العربية السبعة راكب لسه ممكن تكون في المتناول وبمواصفات تكسر القواعد. الكلام كله على الإكس 70 اللي بتعتبر حاليا البوابة الأقل سعرا لركوب العلامة الصينية في مصر ب1,030,000 جنيه. العربية دي مش مجرد حجم، دي مخبية تحت الكبوت موتور 1500 تربو بيدي 156 حصان، ومتوصل بفتيس ويت دي سي تي عشان يضمن لك اداء عافي واعتماديه في الزحمه. من جوه العربيه عباره عن جناح فخم، كراسي جلد كهرباء، شاشات ديجيتال، وفتحه سقف بانوراما مع نظام رؤيه 360 درجه بيخليك تشوف كل تفصيله حواليك. والأهم إنها ما بتفرطش في الأمان، لأنها شايلة منظمة فرامل كاملة من بوش العالمية ووسائد هوائية جانبية. الواقع بيقول إن الإكس 70 هي الجوكر للي عايز يهرب من جنون الأسعار ويركب زيرو مستورد بالكامل. الفرصة لسه موجودة، والذكي هو اللي هيعرف يوازن بين الميزانية وبين احتياجات العيلة قبل ما السوق يغير ملامحه تاني. شاركونا برأيكم، هل السعر ده مناسب للإمكانيات دي؟